صباحكم فل. فروه أوستان، عيد فصح سعيد للجميع. من بكرة الجمعة لحد يوم الاثنين القادم أجازة، لأنه عندنا عيد الفصح. وبالمناسبة دي أنا حابة أقول لكم على مشاركتي في حزب البي اس في ساغا فاجن كنيشت من فترة. ف حابة أعرفكم دور كل واحد مننا هنا في المجتمع. إذا إحنا حابين نعيش في هذا المجتمع وحابين يكون لنا دور ويكون لنا إيد في تحسين الأوضاع وتحسين المعاملات وتحسين كل شيء مش عاجبنا. الجميل في الاتحاد الأوروبي أو في أوروبا إنه الأغلبية قرارها بيسود. ما فيش حاجة اسمها واحد يقول أنا هعمل كذا يبقى هو كذا زي في بعض البلاد الأخرى، أو رئيس، أو ما فيش حد بينفرد بالقرارات إلا كمجموعات أو كأحزاب أو كأعضاء في برلمان، وبالتالي الرأي الأغلبية هو اللي بيسود. ده معناه إيه؟ إن هنا في ديمقراطية، والديمقراطية دي معناها إن لو اجتمع مجموعة عددها أكبر على قرارات هتتنفذ. وده اللي احنا عايزينه للمستقبل، إن الديمقراطية دي تستخدم بشكل صحيح، بشكل يخدم المجتمع، بشكل يخدم الاقتصاد، بشكل يخدم السياسة. وعشان كده أنا الحمد لله تم قبولي من فترة في كعضوة في حزب سياسي اللي هو بي اس في. عندنا يوم 4 إبريل اللي هو السبت هيكون في فيلهلم لويشنا بلاتس أوشتيلونج، يعني معرض عن السلام. المعرض ده هنديكوا فيه معلومات عن حاجات مفيدة لو حصلت حروب، أو إيه اللي حصل زمان وإيه اللي هيحصل لو حصلت حروب مرة تانية. فأرجو من الجميع في لايبسك إن هم يوم السبت الساعة 3 الظهر يروحوا يشوفوا المعرض بتاع فيلهلم لويشنا بلاتس اللي هو بتاع الفريدن. لكن مش بس ده اللي أنا عايزة أقوله، أنا عايزة أقول كمان إن أنا صوتكم جوه الحزب. في لايبسك أنا الوحيدة العربية وأنا الوحيدة المحجبة. فالأجانب أو العرب لازم يكون ليهم صوت جوه الأحزاب وصوت جوه البرلمان، عشان نقدر ندافع عن حاجات حقوق لينا، أو نساعد في اتخاذ قرارات مفيدة تساعدنا وتساعد كمان المجتمع، لأن احنا جزء من هذا المجتمع اللي عايشين فيه. فلا يجب إغفالنا كنسبة بتعيش في هذا المجتمع، وبالتالي لازم يكون لنا أصوات جوه الأماكن دي عشان نقدر نوصل أصواتنا لفوق، وإلا احنا محدش سمعنا. المكان اللي أنا دخلته مش سهل كان الدخول فيه، وكان فيه صعوبات وما زال فيه صعوبات، لكن انتوا عارفيني أنا لا أيأس ولا أكل ولا أمل، ولو عندي أهداف بتني أسعى وراها لحد ما أحققها. فأتمنى كمان إنه لو في حد عايز يكون معانا أو عنده آراء مفيدة لتطوير السياسة ولتطوير المجتمع ولتطوير كل شيء الاقتصاد، يتواصل معايا ويعرض معايا الأفكار، عشان بالتالي أنا أقدم الأفكار دي للحزب وممكن يتم تبنيها. وعايزة أقول لكم حاجة، إنه لو كلنا شلنا إيدينا من كل حاجة مفيش حاجة عمرها هتتغير. ليه؟ لأن مين هيغير الحاجة؟ ما هو عشان تتغير لازم يبقى في ناس بتقول لأ، أو في ناس بتقول ده في أحسن، فلازم يبقى في رأي ورأي آخر. فبالتالي كل واحد فينا رأيه مهم. اوعى تستصغر نفسك، واوعى تستصغر رأيك، أو تقول لأ أصل أنا مش عضو في الحاجات دي، أو أنا مش هيسمعوا كلامي. لا، لو في أفكار ملهمة ولو في أفكار ليها حلول لمشكلات موجودة الكل هيسمع، لأن كلنا عايزين نمشي المركب دي اللي هي دويتشلاند.
تمام. فأتمنى إن يبقى في تواصل معايا، لو حد حابب يتشارك معايا في آراء أو في حاجات ممكن نعملها نحسن بيها، سواء للأجانب، سواء للألمان، سواء للمجتمع، سواء للثقافة، سواء لل... 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 الناس اللي بتيجي لاجئين. فاتواصلوا معايا، وكل سنة وانتم طيبين. عيد أوستان سعيد. صباحكم فل. رشا أمين من ألمانيا.